مين اللي يكمل أساسي ومين محتاج يريح ومين يستحق يدخل القايمة وإيه هو التشكيل الأفضل. كل ده في ما قبل مباراة الزمالك وفاركو. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. كالعادة هنبدأ بفريقنا ونشوف إيه إيجابيات ماتش مودرن عشان نكمل عليها، وإيه هي السلبيات علشان نصححها. ونبدأ بالإيجابيات وأولها التشكيل الصح المنطقي اللي بدأ بيه فريرة واللي مطلوب منه يكمل عليه وما يغيرش فيه. يعني صبحي اللي بيقدم مستوى عظمة في ال3 ماتشات ومشارك في خطة الراجل وليه دور كبير في طلوع الكورة. ولولا أنانية وغباء ناصر ماهر كان زمان صبحي شغله اتبروز أكتر من كده. الونش وحسام وعمر وبنتايج، وفي نص الملعب شحاتة وعبد الله، وقدامهم ناصر ماهر. يعني اتمنى ما اشوفش دونجا يبدأ، الملعب ما يستحملش دونجا وشحاتة مع بعض، اللعب بيتخنق وبنبقى قليلين جدا على المستوى الهجومي. عبد الله يكمل 8 زي ما هو، مش بس علشان بيبدع في المكان ده لكن علشان الفرقة اللي هنلعبها. وهقول لك ليه. البرازيل وشيكو زي ما هما، وأملنا كبير في شيكو الماتش ده. وهقول لك ليه قدام لما نيجي لفرقة فاركو. الدباغ أساسي زي ما هو، مش بس لأنه الأفضل في اللي موجودين، لكن منسي بقى حاجة صعب جدا. لما اتفرجت على الماتش تاني وركزت معاه، ده مش منظر ولا جسم لاعب كورة، ده غير الأداء الغريب اللي بيقدمه لما بيلعب. وده يخلينا نروح لسؤال مهم: هل منسي يستحق دخول قائمة الماتش اللي جاي أصلا؟ خصوصا مع وجود بدائل كويسة في الزمالك. خد عندك مثلا معالي، لازم يكون موجود، مش بس علشان كويس لكن عشان مفيش بديل لألفينا. وما تقوليش كايد مش جناح، ولا شكله ولا البدني بتاعه هيخليه جناح في الزمالك حتى ولو بديل. ففريرة لازم يفكه من كايد جناح ويدخل معالي مكانه. ومنسي رغم انه الأسطورة والكلام الحلو ده، لكن بكل صراحة وأمانة منسي ما يستحقش دخول قائمة الماتش الجاي. لازم يخس ويظبط البدني بتاعه، وكمان يراجع نفسه، لأنه مستواه في الشوية اللي لعبهم كان بعيد وبعيد قوي. كمان دخل مكانه عمرو ناصر واحمد شريف مع عدي، عيال جعانة. يا عم مش قصد الجوع بتاعك انت، انا اقصد عيال جعانة كورة عايزة تثبت نفسها، واحنا كمان محتاجين نشوفهم علشان نحكم عليهم وما نظلمهمش. عندك ناصر ماهر مستواه عليه علامة استفهام كبيرة اخر ماتشين، فهيفوق يا يركن. كده تشكيلنا يبقى صبحي، جابر وبنتايج يمين وشمال، حسام والونش قلبين دفاع، شحاتة مع عبد الله، قدامهم ناصر، الفينا وشيكو بنزا، وقدام الدباغ. يعني نفس تشكيل الماتش اللي فات، واعتقد ده هيكون تشكيل الزمالك اغلب ماتشات الدوري. لو في تغيير هيحصل بعيد عن الاصابات فهيكون في خط الوسط بدونجا وربيع وجهاد. غير كده هم دول اساسيين نادي الزمالك الموسم ده. نيجي بقى لفاركو يا غالي، وطبعا مش هضحك عليك واقول لك اني بتابع فاركو وبشوفهم على طول، لكن اهو الواحد اتفرج على ال3 ماتشات اللي لعبوهم، وخصوصا ماتش الاهلي لانه شبه الجيم اللي احنا هنلعبه معاهم. وعايز اقول لك ان فاركو تعبان قوي السنه دي. فاركو لعب 3 ماتشات، خسر 2 وتعادل ماتش، دخل فيه 5 أهداف وسجل هدف. يعني دفاع ضعيف وخط هجوم عقيم، وده مبرر. وبصراحة أي فرقة يخرج منها العدد ده من اللعيبة لازم هتعاني. خرج منهم مدافع أساسي، وخرج خط هجومهم أحمد شريف وعمرو ناصر، وقبلهم جهاد وإنكادة، فطبيعي الفريق يقل كتير عن الأول. فاركو الأخير في الترتيب بنقطة واحدة، وبنسبة كبيرة هيكون من فرق الهبوط الموسم ده. فعلى الورق ده كلام يخلي الماتش سهل وفي المتناول، لكن ده على الورق بس. وكمان مع الزمالك هي دي الماتشات اللي بنضيع فيها نقط، فياريت نتعامل مع الماتش بجدية وننزل نخلص من الأول علشان نسهل الدنيا على نفسنا ونكمل في الصدارة بإذن الله. نبدأ بنقطة ضعف في فاركو، وأهم وأكبر وأوضح نقطة ضعف هي الناحية اليمين. ناحية تسببت في معظم الأهداف اللي دخلت فيهم. خد عندك في ماتش الأهلي كرة الهدف الملغي، باص في المساحة بين الباك اليمين والمدافع، عدى وعرضية أرضية جون، باص في نفس المساحة وبرضه بن رمضان وعرضية وجون. باك يمين مفيش، ونص ملعب مجاش. بص كده على تمركز بن رمضان، علشان كده أنا قلت السر في شيكو بنزا يتحرك في المساحة دي وإن شاء الله هيسجل ويخلص، وهو عنده القدرة على كده بإذن الله. وزي ما عملها في مودرن يعملها في فاركو. خد بالك شيكو كان حظ وحش جدا مع الزمالك. ماتش سيراميكا اللي هو اصلا فرقه كويسه اتصعب عليه لان كان بيلعب معاه باك يمين حلو جدا زي احمد هاني. وفي مودرن لعب عليه علي فوزي، لعيب برضه جامد، وكان قدامه مسعد قافل وبيسند معاه.
فده اول ماتش مستني شيكو يظهر فيه باذن الله ويطمنا على الناحيه الشمال. حد هيقول لي بس ده نص ملعب وده جناح. هقولك ما احنا مفيش في نص ملعبنا حد يعمل الدور اللي بيعمله بالرمضان هناك، بس عندنا شيكو ان شاء الله يقدر. كان نفسي اقولك ان ناصر ماهر يعمل شغل هنا، لكن انا ما عنديش اي ثقه انه يقدر، فهعتمد على شيكو وعلى بنتايج يفتح معاه ارض الملعب علشان ما يتقفلش عليه. وهنا يجي دور عبد الله. نص ملعب فاركو لا بيضغط ولا بيطلع ولا بيغطي ولا حتى بيمسك، فاللعيبه تتحرك وان شاء الله عبد الله يرمي ليهم بمعلمه زي ما بيعمل، والمكنه تشتغل وتطلع قماش. نقطه كمان ناخدها من الهدفين الاول والتالت، دفاع فاركو تمركزه غلط وبيتفاجئوا لو اي حد جه من نص الملعب وزاد في ال18، فياريت لو ماهر يجري ويتعب معانا شويه يمكن يعمل حاجه. خد دي كمان وانت اكيد خدت بالك منها يا غالي، وهي ان فاركو ضعيف في العرضيات، بس نبص الاول ونعملها لحد جاي ومتحرك، ما نرميش يعني العرضيه وخلاص. واخد بالك يا عمر؟ حاولت ادور لفاركو على ميزه او حتى لاعب مميز ما لقيتش، ونتايجه ومركزه بيأكدوا ده، فياريت نركز ونخلص من بدري بدري. شيكو باذن الله ياكل عيش في الناحيه اليمين، عبد الله باذن الله يوزع ويودي، والفينا عارف هو هيعمل ايه. واتمنى الدباغ يشتغل معانا ويهدف، خصوصا قصاد دفاع زي ده. ماتش مهم سهل على الورق وفي ارض الملعب، لو انت عايز تخليه سهل انزل راجل ضاغط هاجم، معاك اسود في المدرجات، وان شاء الله نسجل من اول ربع ساعة ونسهل الدنيا على نفسنا. مهم جدا نكمل على الصدارة، والاهم نحافظ عليها لحد التوقف الدولي، هتفرق معانا كتير وهتساعدنا في اللي جاي. بس كده وان شاء الله اللي جاي خير يا غالي.